هو البرجر هو لسه نفس الساندوتش البسيط ولا اتحول لحاجه تانية خالص؟ الناس كانت مرعوبه من البرجر، السبب في ده كان كتير، ويا ساتر استر يا رب على اللي كان بيحصل. الوجبه اللي انت بتاكلها كل يوم او يومين او ثلاثه، العمال بترمي اللحمه على الارض، فيران ميته جوه مكنه فرم، ده غير ان اللحمه بتتغسل بميه سوري في اللفظ مش نضيف، وفي الاخر الوجبه بتتقدم في ساندوتش اسمه برجر. تخيل معايا راجل داخل مطعم صغير في مدينه نيو هيفن، وشه متوتر باصص في الساعه وبيقول لصاحب مطعم اسمه لويس لانش: بقول لك ايه يا عم لويس، انا مستعجل جدا، اديني حاجه اكلها بسرعه وانا ماشي. بص له وقال له اتفضل دي، اداله حته لحمه متشوحه مضغوطه وبين حتتين من العيش. اللحظه دي واللي حصلت سنه 1900 كانت هي الشراره اللي بدات صناعه البرجر اللي انت بتاكله، مش اختراع معملي ولا وصفه في مطبخ، مجرد راجل جعان وطباخ زي، والاثنين كتبوا اول سطر في قصه غيرت العالم. بس تفتكر هي دي اول مره فعلا اتعمل فيها البرجر، ولا كان في حد سابقهم بس ما حدش ذكره في التاريخ؟ الناس كانت مرعوبه من البرجر، والسبب في ده كان كتير. رغم ان فكره البرجر كانت عبقريه وسهله، لكن في حاجه غريبه حصلت بعد كده. الناس خافت من اللحمه المفرومه بسبب اللي عمله ابتون سنيك. معلش، هو مين ابتون اللي ظهر في الحدوته؟ منجوجو هيقول. سنه 1906 صحفي امريكي اسمه ابتون سنيك نشر كتاب اسمه ذا جانجل، كان بيكشف فيه فضايح مصانع اللحوم في حاجه كده زي 10 حقائق عن مصانع اللحوم، والاخيره سوف تبهر. ويا ساتر استر يا رب على اللي كان بيحصل. الراجل وصف في الكتاب بتاعه مناظر بشعه، فيران بتقع في وسط اللحمه وفي وسط ماكينات الفرن، لحمه بتتفرم بعد ما تقع على الارض وتتغسل بميه مش نظيفه، وده كله كان بيتوزع على الناس. متخيل لو انت عايش في الحقبه دي كنت هتاكل سندوتش عامل ازاي؟ تاثير الكتاب كان رهيب، الناس بطلت تثق في اي حاجه فيها لحمه مفرومه، المبيعات وقعت، والمحلات اللي كانت بتبيع برجر او محلات بتبيع لحمه بتبص لها بصه مش تمام. بس تفتكر المطاعم هتقعد تتفرج في وسط الهجوم ولا في حاجه تانية ممكن تحصل؟ وهنا بقى ظهر اول عبقري في تسويق البرجر، والت اندرسون، وده بقى مؤسس سلسله وايت كاسل سنه 1921. قرر يعمل حاجه غريبه يلعب بيها على مشاعر الناس. الراجل ده قرر ان هو يعمل المطعم بتاعه على شكل مستشفى، لون ابيض ناصع، جدران ستانلس، كراسي معدن، ولبس الموظفين شبه الدكاتره. الباكج كلها تحسسك بالنظافه والجوده المحترمه، وان حته اللحمه اللي انت هتاكلها واخده تطعيم وبتتعامل معامله بنت الناس الاكل. بس يا اخي رغم كل ده الناس لسه قلقانه، بس الناس كانت لسه بتسال، انا برضه لسه مش عارف مصدر اللحمه. اندرسون قال لك الجوده او الكواليتي مش جايبين ايجابي مع الناس، يبقى مفيش غير المعادله اللي بتكسب ابو بلاش كتر. تخيل نفسك داخل مطعم تشتري سندوتش برجر، والموظف بيقول لك اتفضل سندوتش برجر ب5 سنت، يعني اكنك النهارده داخل تشتري سندوتش وبيقول لك السندوتش ب2 جنيه. انت متخيل انك قاعد في مكان بتاكل وبتشرب وخدمه وضريبه وكل ده ب5 سنت؟ العشرينات مطاعم وايت كاسل قررت ان هي تسعر البرجر ب5 سنت، مش عشان هم طيبين، لكن دي كانت خطه ثعبانيه جدا. عارفين ان الناس لسه مش واثقه في اللحمه، فعايزين يكسروا الحاجز النفسي، جر رجل الزبون. عارف شغل بياعين البدل في وسط البلد؟ نفس الفكره. كل المطلوب ان احنا نخليهم يجربوا من باب الفضول، من باب الفومو او الخوف من فوات الفرصه. المهم ان هو وفي يوم من ذات الايام اندرسون راح لشريكه وبفته بيلي انجرام، قال له يا بيلي يا اخويا، موضوع ال5 سنت ده مش هيخلينا نكبر بالشكل اللي في دماغنا. قال له طب انت شايف ايه يا اندرسون؟ يبقى الحل باي ان باي ذا. لا ترجم لي يا اندرسون يا اخويا، انا خريج مدرسه احمد بهجت الثانويه، حاجه كده زي وفر العمله واشتري بسعر بقى. يعني بدل ما تشتري قطعه برجر واحده اشتري كيس فيه 6 8 12 حتى لو 30. الشعار ده عمل طفره، الناس بدات تقول ان البرجر مش مجرد وجبه، دي حاجه ممكن اشتري منها بكتير. عارف الرسائل اللي بتجيلك من تاون تيم لما بيقول لك باي 3 جيت حاجه كده في نفس الاتجاه. وفي بعض المصادر بتقول لك ان البرجر فضل ب5 سنت لحد ال40، يعني اكتر من 20 سنه بنفس السعر. وايت كاسل عمل مبيعات مرعبه بسبب السياسه. طب واللحمه المفرومه والمشاكل اللي كانت في المصانع؟ يا عم احنا معدتنا تهضم الزلط، سيبك من الكلام. بس السؤال اللي انا شايله لك يا منجوه، هو وايت كاسل فعلا هي السلسله اللي عملت طفره في البرجر، ولا في منافس تاني جه وغير قواعد اللعبه كلها؟ اللي عملوا الانفجار الكبير مش وايت كاسل. في الوقت اللي كان وايت كاسل مسيطر فيه على السوق، كان في مطعم صغير في ولايه كاليفورنيا اسمه ماكدونالدز. كان مطعم شغال في الهادي منه، بس المختلف في المطعم ده ان كان في 2 اخوات بيفكروا فكره مجنونه. ولو انت ما تعرفش الاخين دول يبقى انت منجوجو مش متابع، لان انا حكيت لك قصتهم كامله في فيديو لوحده. الاخين قالوا لك احنا ليه نعمل كل اوردر، ليه ما نعملش المطبخ زي خط انتاج العربيه الجيتور الاكس 70 بلس؟ يعني كل موظف في المطعم يبقى مسؤول عن حاجه واحده بس. زي ما انت بتشوف لحد النهارده لما بتدخل المطعم ده بتلاقي كل واحد بيعمل حاجة. واحد بيقلي البطاطس، واحد بيعبي السندوتشات، واحد بيسلم اوردرات، وبالطريقه دي الطلب يخلص في سنه 1940 اول فرع الماكدونالدز في سان برناردينو. في سنه 48 بيبتكروا نظام جديد اسمه سبيدي سيرفيس سيستم او نظام الخدمه السريعه. بس في سنه 55 هيظهر واحد هيسوي الهوايل يا منجوجو يا ري كان بيبيع مكانات ميلك شيك. شاف المطعم بتاع ماكدونالدز، اقترح على الاخين ان هو ياخد منهم فرانشايز، وتبدا مطاعم ماكدونالدز تنتشر في كل بلد وفي كل قاره. دخل عشان يبيع لهم مكنه ميلك شيك، طلع مبيعهم اللي وراهم واللي قدام. وفي سنه 1961 ري كروك اشترى حقوق السلسله من الاخين بمبلغ 2.7 مليون دولار كاش على الترابيزه، وطلع الاخين بره اللعبه. سنه 1967 ماكدونالدز بدات تخرج بره امريكا وتنتشر في العالم. ري كروك كان شايف ان المطعم ده محتاج ينتشر في كل نقطه على كوكب الارض، من كندا لليابان لموسكو. 30,000 روسي دخلوا مطعم برجر في يوم واحد. يعني حرفيا موسكو كلها قررت ان هي هتجرب المطعم ده وتاكل وتقول لك خلاص. الغزو ما كانش بس بالتوسع، لكن كان بتكييف المنيو على حسب البلد. يعني مثلا في الهند بدون لحم بقري، الشرق الاوسط عمل قوائم حلال، كوريا برجر بالكيميتشي، اليابان برجر بالترياكي، ومصر ميكس تشيكن وميجا ماك وبيج. بس كل ده بيطرح سؤال خطير، هو البرجر هو لسه نفس الساندوتش البسيط ولا اتحول لحاجه تانية خالص؟
لو انت طفل مصري اتولد في الثمانينات او في اوائل التسعينات، يبقى اكيد اول مره شفت فيها البرجر كانت في مطعم يافطته حمراء في شارع الهرم عند المحافظه. اللحظه دي كانت فعلا دخول البرجر لمصر كانت حدث ثقافي مش مجرد افتتاح. في التسعينات ماكدونالدز فتح في مصر الاول، والناس كانت بتتصور قدام الفرع كانهم بيتصوروا مع منجوج متواضع. كان شيء جديد، شكله امريكاني، كان كل حاجه مستورده ساعتها ليها هي. انت طبعا عمال تقول ايه العبط ده، الناس ليه بتتصور قدام فرع ماكدونالدز؟ وانت دلوقتي كل ما تجيب لك كوبايه قهوه من البن البرازيلي تتصور وتنزل ستوري على الانستجرام وتكتب كوفي تايم. ماكدونالدز دخل مصر في التسعينات، وبعدها بدا تظهر سلاسل تانية مصريه زي وين. بس معلش من جوه اخويا في حاجه محيراني شويه، هو البرجر فعلا بقى جزء من ثقافتنا ولا حاجه بلعناها في التسعينات ومكمله معانا؟ سنة 2004 فيلم اسمه سوبر سايز كشف فضايح شركات البرجر. ببساطة شديدة واحد قرر ان هو ياكل من مطعم معين 3 مرات في اليوم لمدة شهر، والنتيجة الكوليسترول طار في العلالي، الكبد بدأ يتدهور، وزنه زاد 11 كيلو في شهر. طب ما الحاجة ريقها نشف عشان تاكل الفاصوليا والبسله، وانت اللي مصمم تجري على البيت. طب تاخد العظيم. امريكا فيها اكتر من 40% من البالغين بيعانوا من السمنة، والبرجر والاكلات السريعة والمشروبات الغازية من اهم الاسباب. حتى في مصر نسبة السمنة زادت من 29 ل 37% في اخر 15 سنة. بس السؤال اللي المفروض يدور في دماغي ودماغك، هو البرجر ثقافة غيرت العالم ولا قنبله دهون وكوليسترول عمالين نفرقع فيها؟ تعال نحسبها حسبه بسيطه كده زي اللي بتحسبها الاستاذ عصام تحسين بتاع العربي، وبتقعد تحسب بياخد كام في الحصه. بدانا من واحد جعان في نيو هيفن وشفنا مصانع لحمه مرعبه، وعدينا على خدعه ال5 سنت وشفنا ريك روك وهو بيعمل امبراطوريه سرقها من اخر. والموضوع وصل من الراحه لدرجه ان انت لو مش قادر تنزل فعملنا لك درايف ثرو وتقدر تاخد الاوردر بتاعك وانت في العربيه. البرجر بقى صناعه ضخمه. طب انت عارف يا منجوجو ان سوق الفاست فود سنه 2024 وصل ل 824 مليار دولار؟ بس مع الارقام الضخمه دي وكميه الجبنه اللي بتدلدق من السندوتش انت هتبطل يا منجوجو؟ ابقى كداب لو قلت لك هبطل نهائي، لكن كل اللي اقدر اقوله لك ان هبقى مركز شويه خاصه مع الدبل تشيز. انت سالتني وانا جاوبت. السؤال انت شايف البرجر ازاي؟ اكتب لي رايك في الكومنتات وقول لي الحكايه الجايه عايزها تكون. انا منجوجو بحكي لك الحكايه اللي ما حدش حكاها لك.